عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم ايه التولز اللي تسهل عليكم ان انتوا تليدوا او تبقى بروجكت مانجر ناجح او تبقى تيم ليدر ناجح. التولز دي هتسهل عليك ان انت تليد يور تيمز، وان انت كمان تخلي الشغل عندك ماشي اون تايم. اول حاجه عندنا هي في 8 حاجات بنحتاج فيها تولز تسهل علينا. اول حاجه التاسك مانجمنت. ايه التولز اللي بتسهل علينا التاسك مانجمنت؟ وان احنا نعرف من التيم بتاعنا ايه خلص وايه ما خلصش. ولو انا بروجكت مانجر اعرف ايه الديبارتمنت اللي خلصت شغلها وايه اللي لسه. تولز زي تريلو، اسانا، كليك اب، الحاجات دي بتسهل عليا ان انا اشوف ده، لان هي بتخلي كل حد في التيم بتاعي يدخل يتاب هو عمل ايه وما عملش ايه التاسك الدون، الويتنج او الهولد ان بروجرس. فكل حاجه بتكون يعني تحت عيني، ان انا بس مجرد ما ان انا افتح التول دي بشوف كل الحاجات اللي فيها. طيب، تاني حاجة محتاج فيها تول سهل عليا السكيدولينج والبلاننج. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل تايم لاين لبروجكت او تايم لاين لحاجة معينة عايز اخلصها، بحتاج حاجة اسمها جانت شارت او مايكروسوفت بروجكت. الجانت شارت دي لو حد محتاجها انا ممكن ابعت له لينك جانت شارت جاهزة يحط فيها الحاجات بتاعته. الجانت شارت بتسهل عليك ان انت تشوف التايم لاين بتاعك وانت مخلص كل تاسك امتى وايه اللي قدامك ومعاك وقت قد ايه. فدي تحفه جدا، كمان بتقدر تتابع ده عن طريق تشارتس، فبتبقى الحاجه مرسومه قدامك بيانيا، فاسهل كتير. طيب، تالت حاجه هي الكولابوريشن تولز. ادوات بتسهل علينا التعاون مع بعض as a team or as a department لو احنا اسمها ادارات مختلفه. طيب زي ايه؟ زي سلاك، مايكروسوفت تيمز. في ناس بتستخدم جوجل شات. في وجهه نظري انا سلاك احسن واحد فيهم. المهم ممكن كمان اعمل لكم فيديوز عن كل واحد، ايه البروس اند كونز بتاعته، ايجابياته وسلبياته، شكله ايه، نستخدمه ازاي، الكلام ده. لو حابين تعملوا لي كومنت. رابع حاجه عندنا حاجه اسمها ريسورس مانجمنت. دي عشان اعرف الريسورسز بتاعتي ومحتاج اعمل ايه، وان انا الوكيت التيم ممبرز بتوعي والموارد بتاعتي بشكل اكثر فعاليه. دي تول اسمها مانداي. ماشي. هو انا بصراحه مش بحبذ مانداي قوي، احنا ممكن نستخدم نفس التول دي تبع اسانا وتريلو لان مانداي اصلا مقاطعه فاتس اوكي. بس عامه هي دي التول بتعمل، دي اشهر تول بتعمل ده، بس احنا ممكن نستخدم اسانا بدلها. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الريسك مانجمنت. لو انا بروجكت مانجر وعايز امانج الريسكس اللي ممكن تحصل لي، اي مخاطر ازاي اديرها. تول اسمها ريسك ماتريكس. ماشي، اسمها ريسك ماتريكس. بعد كده عندنا حاجه اسمها تايم تراكنج. ازاي ان انا اشوف الوقت وتراك انا وصلت فين ووصلت امتى، خلصت ازاي، مش عارفه ايه الكلام ده كله. بستخدم في اتنين تول، هم اشهر اتنين، واحد اسمه توجل واحد اسمه هارفست. الاتنين دول بيعمل لك زي مونيتورنج للوقت اللي انا بقضيه في كل تاسك، عشان تقدر ان انت بعد كده يبقى عندك يعني تبقى more productive، تبقى منتج اكتر. لما تمونيتور يور تايم هتبقى احسن. ماشي. سابع حاجه بالنسبه لنا هي الدوكيمنت شيرنج. هي اسهل واحسن حاجه نقدر نستخدمها هي الجوجل ورك سبيس. في ناس بتستخدم نوشن، في ناس بتستخدم الدروب بوكس، في ناس بتستخدم وان درايف. بالنسبه لي انا ايه احسن واسهل حاجه؟ هي جوجل. ليه بقى؟ لان انا بشير اللينك، بقدر اعمله ريستريكتد لشخص معين، هو يبقى ريستريكت للشخص ده بس، او ريستريكتد لكذا شخص مع بعض، او اي حد معاه اللينك يقدر ياكسس عليه. طبعا ده موجود في كله، بس عامه اقدر ان انا اد واديت جوه الفايل او الدوكيمنت بشكل حلو جدا، والناس التانية هتشوف ده. وكمان هو سنترال، يعني انا اقدر اخلي باقي الناس اللي معايا يشتغلوا على نفس الدوكيمنت بلينك. يعني اتس اوكي، هتبقى سهله جدا ان كلنا ناكسس على اللينك، وكل واحد يedit البارت بتاعه او الحاجه اللي هو عايز يعملها. بالنسبه لي ده احسن، بالنسبه لناس تانية ممكن يشوفوا نوشن احسن، بس انا بفضل جوجل. يعني في ناس تانية تحب وان درايف، في ناس تانية مش عارفه ايه، فوات ايفر يعني. اخر حاجه معانا هي الريبورتنج والاناليتكس. اكتر حاجات بتستخدم عشان اريبورت واحلل حاجه اسمها سمارت شيت وزوهو بروجكت. الاثنين دول بيعمل لك زي انسايتس كده للبرفورمانس والحاجات دي، بيسهل عليك كتير جدا 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 ان انت تاودت. يعني هو جايب لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها بانسايتس وبرفورمانس ريبورتس.
فالموضوع هيبقى سهل كتير. دي كانت بريف عن التولز المستخدمة لو أنا عايز أليد ماي تيم بشكل يعني more efficient أو بشكل قوي. ولو أنا بروجكت مانجر، إزاي إن أنا أمانج البروجكت بتاعي بشكل يخليني بسلم حاجتي في ميعاد كويس، مش بإكسيد، وفي نفس الوقت بكون ضامن جدا إن الشغل متوصل بشكل بروفيشنال وبالشكل المطلوب من الكلاينت أو الستيك هولدر بتاعي. انا شو عندي لاول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير ومنشن لحد حابب يستفيد. وكنت عايزه اسالكم ايه اكتر تول من دول انتوا بتستخدموها او حابين تعرفوا عنها او حابين اعمل لكم فيديو بنستخدمها ازاي.